نحن جئنا من جديد ببيئة جديدة تشتد سخونة كلما اقترب الصيف وكلما توغلنا في عمق الصحراء، لكنها أيضا ونشتد فضولا لاكتشاف خباياها، الخبايا الثقافية والأركيولوجية، الخبايا الجيولوجية، الخبايا ما تنتجه منطقة الصحراء المغربية من بوابة مدينة أرفود. كيف تشوفوا هذه هي المدينة ديال أرفود اللي تأسست سنة 1917. وعلاش تأسست؟ استفادت من الموقع ديالها الاستراتيجي في المراقبة ديال القبائل، وهذا الهدف علاش تأسست المدينة ديال أرفود يعني سنة 1917. باش كتميز المدينة ديال أرفود؟ هذه المدينة هذه اشنا هي الخصوصيات ديالها؟ الخصوصيات ديالها تتميز بالحوايج بزاف، ولكن فيهم شي 3 ولا 4 د الحوايج اللي هما رئيسيين وهما اللي كيميزوها. من الحوايج اللي كتميز بهم المدينه ديال أرفود كاين هاد الكائنات هادو. واش عرفتوا شنو هما هاد الكائنات هادو؟ هادو هما لي فوسيل، المستحدثات. علاش يدل هادشي؟ يدل هادشي بان هذا هنا بان في واحد الوقت كان فيه البحر، شي ازمنه جيولوجيه ملايين السنين كان البحر هنا، وفاش مشى خلى هاد الاطراس ديال هاد الاحياء هادو متراصيين هنا، وهذا الشيء راه واحد قيمه مضافه للمنطقه اللي ممكن انها تفالوريزا، يعني باش تخلق انها فرص شغل وتجذب السياح. الحاجه الثانيه اللي كتميز بها ماشي غير هذا الشيء، راه أرفود ما كتميزش غير بالتمور، ما كتميز بواحد الحاجه اخرى اللي هي الرخام. مدينه كيف كتشوفوا ماشي غير حنا اللي عندنا الديناصور، حتى هما عندهم الديناصور ديالهم، غير ديالنا حنا واقف صحيح وديالهم هما دايرين لنا الهيكل دليل على ان هذه المنطقه حتى هي كانت في واحد الجيولوجيا، في واحد الزمن جيولوجي معروفه بالكائنات بحال الفوسيل. كاينين حتى الحيوانات اللي هي الضخمه يعني والزاحفه اللي هي بحال الديناصورات، وهما تيعرضوها هنا. المدينه ديال أرفود ما كتميزش غير بالرخام والمستحاثات والتمور، كتميز ايضا بالرمال لي ساند ديون الكتبان الرمليه، وهذا الشيء تيقصدوه يعني السياح والاجانب بزاف وتيستمتعوا بهذا المنظر الجميل، منظر ديال غروب الشمس.